في صباح يوم 14 أبريل 1955 استيقظت فرنسا على خبر كروي هز أوروبا كلها. الصحف كتبت بالخط العريض: اختفاء نجم سانت إتيان رشيد مخلوفي قبل كأس العالم. لا أحد يعرف أين ذهب، لا المدرب، لا النادي، ولا حتى الاتحاد الفرنسي نفسه. لاعب يعتبر من أعمدة المنتخب الفرنسي، هداف الدوري، وأحد أوراق فرنسا الذهبية في كأس العالم، يختفي فجأة دون أي أثر قبل أسابيع فقط من أهم بطولة في العالم. هذا لم يكن حدثاً عادياً، كان زلزالاً. لكن ما لم تعرفه فرنسا في ذلك الوقت هو أن هذا الاختفاء لم يكن مجرد هروب، كان قراراً أعظم من كرة القدم نفسها، قراراً سيغير تاريخ بلد كامل ويحول لاعب محترف إلى رمز من رموز التحرر. هذا هو رشيد مخلوفي، اللاعب الجزائري الذي لم يختفي من أجل مجد شخصي، بل من أجل وطن كامل. عام 1936 في مدينة سطيف الجزائرية، وفي زمن كان فيه الاستعمار يحاول تقييد كل شيء، ولد طفل اسمه رشيد مخلوفي. مثل آلاف الأطفال كان يركض حافي القدمين وراء الكرة في الأزقة الترابية، لكن موهبته كانت ناراً لا يمكن إخفاؤها. في عمر 17 سنة رصدته أعين الكشافين الفرنسيين. موهبة بهذا الحجم لا يمكن أن تبقى في سطيف، وفي لحظة واحدة تغيرت حياته. انطلق نحو فرنسا إلى ناد صغير، ثم إلى النادي الذي سيصنع معه جزءاً من التاريخ، سانت إتيان. منذ اللحظة الأولى أدرك الجمهور الفرنسي أنهم أمام لاعب غير عادي، موهبة، ذكاء، لمسة ساحرة، وقدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها مثل كبار اللعبة. حتى الصحف الفرنسية كتبت: مخلوفي ليس لاعباً، إنه فنان. مع سانت إتيان أصبح النجم الأول للفريق، فاز بالدوري الفرنسي، رفع الكأس، سجل أهدافاً خارقة، وصار أحد أفضل اللاعبين في أوروبا نهاية الخمسينات. عام 1958 كان عاماً مصيرياً. رشيد مخلوفي كان على بعد أسابيع من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم. الصحافة كانت تتحدث عنه كأحد أسلحة فرنسا الهجومية. بسبب هذا القرار خسر مخلوفي كل شيء: مستقبله الاحترافي، المشاركة في كأس العالم، عقود بمبالغ ضخمة، مكانته في كرة القدم الفرنسية. لكن ما لم يخسره هو مكانته في قلوب الجزائريين. بعد استقلال الجزائر عام 1962 عاد مخلوفي إلى الملاعب. فرنسا سامحت، النادي رحب به، واستعاد جزءاً من مجده. عاد ليخدم الجزائر ليس كلاعب فقط، بل كمدرب وقائد. درب المنتخب الجزائري، ساهم في بناء الكرة الجزائرية، وفتح الطريق لأجيال كاملة من اللاعبين الذين جاءوا بعده. هناك لاعبين يسجلون أهدافاً، ولاعبين يصنعون ألقاباً، لكن رشيد مخلوفي فعل شيئاً لا يستطيع أي لاعب فعله اليوم. كان نجماً في أوروبا، كان أحد أبرز مهاجمي عصره، ترك كأس العالم من أجل وطنه، ساهم في استقلال بلاده بطريقته الخاصة، وقاد منتخب الثورة في أصعب الظروف ليكون جيلاً من اللاعبين. لو كان الأمر يتعلق بالمهارة فقط لقلنا إنه أسطورة، لكن عندما تضيف إليها التضحية يتحول اللاعب إلى رمز، والرموز لا تقارن. هذه ليست مجرد قصة لاعب كرة قدم، هذه قصة رجل لعب من أجل وطن قبل أن يلعب من أجل نفسه. هذه قصة اللاعب الذي لم يبحث عن الشهرة، بل صارت الشهرة هي من تبحث عنه. هذه قصة رشيد مخلوفي، اللاعب الجزائري الذي ختم كرة القدم. قد ينسى الناس الأهداف، وقد تختفي الألقاب من الذاكرة مع مرور السنين، لكن هناك قصص مهما مرت عليها العقود تبقى محفورة في روح الأمة. قصة رجل لم يكن مجرد لاعب كرة، بل كان شاهداً وصانعاً لزمن كامل. قصة رشيد مخلوفي. حين ننظر إلى مسيرته ندرك أن هناك رجالاً لم يختاروا الطريق الأسهل، بل اختاروا الطريق الذي يكتب التاريخ. استطاع أن يصبح نجماً عالمياً، لكنه فضل أن يصبح مناضلاً. كان بإمكانه أن يرفع كأس العالم، فقام برفع راية وطن لم يولد بعد. كان بإمكانه أن يحظى بالتصفيق من آلاف الجماهير،
لكنه اختار أن يسمع صوت شعب يطالب بحريته. وإذا كانت كرة القدم لعبة تملأها الأضواء، الأموال والاحتراف، فإن مخلوفي كان الدليل الحي على أن هذه اللعبة يمكن أن تتحول إلى سلاح، إلى رسالة، إلى صرخة في وجه الظلم. كان لاعباً يقاتل برجله وفي الوقت نفسه يقاتل بقلبه. والمعجزة ليست أنه كان من أفضل لاعبي فرنسا، ولا أنه قاد منتخب الثورة، ولا أنه عاد بعد الاستقلال ليبني كرة القدم الجزائرية من جذورها. المعجزة الحقيقية هي أنه فعل كل ذلك دون أن يطلب شيئاً لنفسه. لم يبحث عن الشهرة ولا عن المناصب ولا عن التماثيل، كان فقط يريد أن يكون ابناً وفياً لوطنه. اليوم حين نتحدث عن اللاعبين الكبار تذكر الأرقام، الإحصائيات، عدد الأهداف، قيمة العقود. أما رشيد مخلوفي فالطريقة الوحيدة لتقييمه هي أن تنظر إلى الجزائر الحرة، لأن جزءاً من هذه الحرية كتب بقدميه. قد يختلف الناس في من هو أعظم لاعب، لكنهم لا يختلفون في شيء واحد، أنه لا يوجد لاعب ضحى بما ضحى به مخلوفي. لا يوجد لاعب قلب معادلة السياسة بكرة قدم، ولا يوجد لاعب جمع بين البطولة الرياضية والبطولة الوطنية في معادلة لن تتكرر. رشيد مخلوفي ليس مجرد اسم في التاريخ، إنه درس، إنه قيمة، إنه رجل يمشي بين الأساطير وبجواره بلد كامل يمشي معه. وهكذا لا نقول إنه كان نجماً ولا حتى أسطورة، بل نقولها بثقة: رشيد مخلوفي، اللاعب الجزائري الذي ختم كرة القدم. سلام على كل من جعل الوطن أعظم من مجده الشخصي.